في الكبسولة اللي فاتت بنينا السور الخرساني بالاوت بوكس باترن، وضمننا ان الايفنت مستحيل يضيع وهيخرج لكافكا، يعني هيخرج. النهارده بقى الايفنت خرج ووصل لسيستم الشحن، بس هنا ظهرت مصيبة تانية طيرت النوم من عين الاركتكت. سيستم الشحن بتاعك في البرودكشن مش شغال على جهاز واحد، ده معمول له سكيل وشغال على 3 أو 4 ريبليكاز جوه الكوبرنيتيز عشان يشيل الحمل. لما الايفنت يوصل او لما تحب تعمل ايفنت ريبلاي عشان تعيد بناء التاريخ، فجأة بتلاقي الريبليكاز دي كلها هجمت على نفس الايفنت في نفس الملي ثانية. المبرمج المبتدئ هيقول لك سهلة يا هندسة، هقفل الكود بسynchronized keyword في جافا او بلوك في سي شارب. وهنا الاركتكت الكبير بيبتسم ابتسامة هادية ويقول له الكلام ده ينفع لو احنا شغالين مونوليس على سيرفر واحد والجافا فيرتشوال ماشين واحدة، لكن في الديستريبيوتد سيستمز اللوكس المحلية دي مفعولها ما بيخرجش بره حدود البود بتاعها. كل بود مقفول على نفسه وما يعرفش ان زميله في السيرفر اللي جنبه شغال على نفس الاوردر حالا. النتيجة ريس كونديشن عنيف، الاوردر ممكن يتشحن مرتين، المخزن يحصل فيه تضارب، والداتابيز تصرخ من الكونكرنسي. احنا محتاجين حارس مركزي خارجي الكل بيسمع كلامه، محتاجين ديستريبيوتد لوك. اهلا بيكم في كبسولة سيستم ديزاين جديدة. انا مصطفى سليمان، والنهاردة هنفتح غطاء المحرك ونفهم هندسة الريديس ديستريبيوتد لوكس. عشان نحل المعضلة دي لازم نخرج بره حدود السيرفرات المحلية ونروح لسيرفر ذاكرة مؤقتة فائق السرعة الكل يشاور عليه كسنجل سورس اوف تروث، والملك هنا هو ريديس. بنعمل ايه؟ قبل ما اي بود يبدأ يلمس الاوردر ويعالجه بيروح يجري على ريديس ويقول له انا عايز احجز قفل باسم الاوردر ده، مثلا لوك اوردر 101. جوه الريديس بنستخدم امر عبقري اسمه set nx، يعني set if not exists. الامر ده بيتنقش في الرام في جزء من المايكرو ثانية. لو البود الاول وصل الاول ريديس هيقول له مبروك القفل معاك اتفضل اشتغل. في نفس الملي ثانية لو البود التاني حاول يحجز نفس الاسم ريديس هيقول له عفوا المكان ده محجوز. فالبود التاني يقف محترس، يا اما ينتظر ويعيد المحاولة يا اما يرفض الريكوست تماما لو مش محتاج معالجة متكررة. كده احنا نقلنا إدارة الأقفال من ذاكرة السيرفرات المشتتة لذاكرة مركزية موحدة تضمن إن مستحيل كودين يشتغلوا على نفس الداتا في نفس الوقت مهما كان عدد السيرفرات عندك في السيستم. بس استنى هنا، ألعاب الأركتكتس فيها مخاطر مرعبة. تخيل معايا السيناريو ده، البود الأول أخد القفل من ريديس ودخل يعالج الأوردر، وفجأة وهو جوه الداتابيز الكهرباء قطعت عن السيرفر أو حصل له اوت اوف ميموري، الكود مات قبل ما يمسح القفل من ريديس. النتيجة القفل هيفضل محبوس جوه ريديس للأبد، وباقي السيرفرات هتفضل واقفة مستنية ومفيش أي أوردر هيتعالج تاني في السيستم. مصيبة بنسميها ديد لوك. عشان كده الاركيتكت الشاطر عمره ما يعمل لوك مفتوح، لازم بنحط له وقت صلاحية time to live TTL، بحيث لو السيرفر مات القفل يدوب لوحده بعد 10 ثواني مثلا والسيستم يكمل تنفس. ولكن تظهر مصيدة تانية، طب لو السيرفر ما ماتش بس الداتابيز كانت بطيئة شوية والشغل أخد 12 ثانية والقفل وقته 10 ثواني بس، القفل هيفتح فالسيرفر التاني هيدخل ويشتغل والريس كونديشن هيرجع تاني. الحل ايه؟ في عالم جافا وسبرينج بوت بنستخدم مكتبة عظيمة اسمها ريديسون. المكتبة دي جواها ميزة خرافية اسمها الواتش دوج، كلب الحراسة. لما الكود بتاعك ياخد القفل الواتش دوج بيقعد يراقب الكود بتاعك. طول ما الكود عايش وبيشتغل الواتش دوج
يروح لريدس كل كام ثانية يمدد وقت القفل تلقائيا، ليز رينيوال. وأول ما الكود بتاعك يخلص ويمسح القفل بنفسه، أو أول ما السيرفر يموت والواتش دوج يختفي معاه، القفل يقع فورا وأوتوماتيكيا بعد انتهاء TTL الأصلي بدون ما يعلق السيستم بثانية واحدة. أمان خرساني ذكي. الخلاصة الهندسية للنهاردة: عشان تحمي السيستم الموزع بتاعك من جنون الكونكرنسي وتضمن ان الايفنتس والعمليات الحسابية بتتعالج بالترتيب وبدون تكرار، الديستريبيوتد لوكس باستخدام ريدس ومكتبات محترفة زي ريديسون هي سلاحك السري اللي مفيش غنى عنه. احنا كده أمنا الداتا وأمنا الرسائل وقفلنا الأبواب ضد الريس كونديشنز. السيستم كبر وبقى عندنا عشرات المايكرو سيرفيسز والايفنتس بتطير في كل حتة. بس يا ترى لو اوردر عطل في النص او حصل فيه ديلي، ازاي بنمشي ورا الرصاصة من اول ما العميل داس على الموبايل لحد ما وصلت لاخر سيرفر؟ ازاي بنجمع اللوجز المشتتة دي كلها في شاشة واحدة ونعرف المتهم الاول في جزء من الثانية؟ جهز قهوتك لان الكبسولة الجاية هي البصمة الجنائية للأنظمة الموزعة. استنونا في كبسولة 20 وهندسة Distributed Tracing والأوبن تليمتري. ما تنساش تعمل لايك لو الكبسولة دي رتبت دماغك، واشترك في القناة عشان توجه الكبسولة الجاية لدماغك فورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.